ازيكم النهارده هنعمل بريف سريع كده عن ماتش الاهلي واللي حصل فيه. قبل ما ابدا الفيديو، الف مبروك لكل الزملكاويه يستحقوا الفوز والقادم افضل يعني ان شاء الله ليهم باذن الله. اتمنى لهمش الافضل طبعا، بس اكيد يعني فوز هيفضلوا يقولوا الفوز ده هنفضل هنبني عليه وفي الاخر اصلا ما بياخدوش منه بعده حاجه وبيروحوا عين تاني. ده مش موضوعنا. هنبدا النهارده بريف كده سريع لماتش الاهلي، نتكلم على ابرز احداث المباراه وكام حاجه كده. نبدا باول حاجه، نتكلم على الاهلي. الشوط الاول كان نسبيا كويس بس ما كانش فيه خطوره غير تقريبا شوطة وسام، هي الوحيده اللي خطر. وخلص الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف لأسامة أبو علي من ضربة جزاء بعد تدخل أكرم، بعد تدخل حمزة مسوسي على أكرم توفيق. ضربة جزاء واضحة صريحة، ما اشوفش حد في الكومنتس أو بتاع، لو الفيديو ده جاب كومنتس يقول لي مش ضربة جزاء. لا، هي ضربة جزاء صحيحة 100%. يسجلها يخش أسامة أبو علي، يسجلها تبقى النتيجة 1-0 للنادي الأهلي. يخلص الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 1-0. يبدأ الشوط التاني بداية غريبة للنادي الأهلي. مس باص كتير، ما فيش جمل، ما فيش خطورة، ما فيش أي حاجة لحد دقيقة 70 كده ولا حاجة. قلت أنا لصاحبي في القهوة الزمالك هيتعادل. قلت له الزمالك هيتعادل وشكلها فيها خسارة ونروح ضربات جزاء. ما صدقنيش وقال لي يا عم بس هو يا عم هو بقى وكده. راح الكرة اتلعبت من عمر جابر عرضية. راح ناصر ماهر بكل سهولة حاططها ما في غفلة من دفاع الأهلي وغلطة من يحيى عطية الله، بس مش هنلبسها له قوي يعني عشان هو أول ماتش وكان بقاله فترة ما بيلعبش. فوارد إن هو يحصل غلط، مش عايزين بس نعلق له الشماعات وبتاع ونهدمه قبل ما يبدأ. وبلاش بالنبي مقارنة مع بتاعت علي معلول، وهو بلاش يعني عشان هتأثر عليه جامد أوي يعني. احنا جايبينه يسد مكان معلول. الكام الكام اسبوع ولا كام بتاع دول الاصابه دي على ما معلول يرجع ويخلص الشوط 1-1. يروح الاهلي ضربات الجزاء. مش عارف اللي بيعملوا كده ايه ده. ما شفتش في حياتي لعيبه الاهلي بتعمل كده خالص، حاجه مستفزه. من امتى والاهلي بيعمل كده وكده وكده؟ راح ناصر ماهر يعمل له كده 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 لحد ما ماتش خالص. ما الاهلي استحاله عمره ما بيعمل كده في حياته. مش عارف مين اللي صدر لهم ان هم يعملوا كده، مش عارف الصراحه. دي نقطه استفهام بالنسبه لي. يدخل ده أول ضربة جزاء، مش فاكر كانت مين، يجيبها جون، الزمالك يتعادل. فضلنا كده لحد ركلة جزاء يحيى عطية الله اللي دخل طبعا شاطها بكل رعونة وضيعها. بس برضو مش عايزين نحمله أكبر من طاقته، فاهمين؟ ده أول ماتش ليه والديربي وبتاع، معذور برضو. وبس يدخل اسمه ايه ده آخر ضربة جزاء ويسجلها والزمالك يكسب. مش فاكر مين اللي سجلها الصراحة، بس يدخل يسجلها ويكسب. والخسارة دي أنا بالنسبة لي شايفها صحية. أنا كل خسارة سوبر في الأهلي سبحان الله بتيجي واحد في اتنين في تلاتة في أربعة في خمسة، ما بيسميش على حد. فأنا متفائل بالخسارة دي يعني. وعادي يعني الدنيا مش نهاية العالم يعني ولا نهاية الدنيا يعني. بس بقى هم هيزيطوا من هنا السنة الصبح، سيبهم بقى، سيبهم مع نفسهم. ها ما تكلمهمش ولا بتاع ولا أي حاجة ولا تيجي جنبهم. لأن دول حرمان ما فرحوش بقى لهم كتير أصلا من أيام القضية تقريبا. ما فرحوش فرحة اللي هي زي بتاعت القضية زينا كده، غير تقريبا الكونفدرالية مش عارف فرحوا فيها بغباء يعني. فبس يعني كان ماتش كويس للزمالك بس سيء للأهلي. الأهلي ما جاش الشوط التاني حرفيا، ما جاش حرفيا. وخلص الماتش بفوز الاهلي. دي كانت نقاط سريعه ثانيه قبل ما انهي الفيديو. بالنسبه لضربه جزاء عمر كمال، انا شايفها ما فيهاش حاجه لانها جايه في اللي بالي بالك، ما فيهاش اي حاجه يعني. تمشي عاديه يعني، اصل هيوديها فين يعني؟ اكيد مش هيشيلها يعني من جسمه. خلينا منطقيين برضو شويه يعني. وعلى فكره ضربه الجزاء بتاعت اكرم فيها طرد الصراحه، فيها تدخل عنيف وفيها تدخل عنيف زياده وفيها طرد. بس هو الحكم تغاضى عنها. الحكم ده الصراحه غريب، حكم قراراته كلها صعبة جدا، تدخلاته وبتاع، ومش مدارش الماتش صح. في كذا كورة حتى في فاولات كتير ما كانش بيحسبها. حكم غريب بجد. انا دلوقتي فهمت هم ليه ما كانش عايزين الحكم ده كانت ابتديت اقتنع ان ده مش حكم، ده ما ينفعش. ده بيحسب الكرة فاول، في كور فاول وكرة لا. ده بيعمل عندنا في حكم مصري كان بيعمل كده، مش فاكر اسمه، لو حد فاكر يكتب لي في الكومنتس.
كان بيحسب كرة فاول وكرة لا، كرة فاول وكرة لا. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ في كور كتير فاول للزمالك والاهلي ما فيش، ما حسبهاش يعني. حكم سيء الصراحة. وبس ده كان فيديو النهارده، ملخص سريع كده للماتش اللي حصل الماتش الاهلي والزمالك في السوبر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، نعملوا لايك وكومنت وفولو من هنا فوق لو ما عملتش فولو، عشان هتكلم في الكوره وكل ما هو جديد لكرة القدم. وان شاء الله باذن الله ده اللي هيفرحنا يوم السبت الحد ان شاء الله بقى بكره. ده اللي هيفرحنا، هو ما فيش غير ده. والاهلي كده كده بيقع عادي يعني، ما مش من نهايه العالم يعني. معانا منه كتير. اي واحد هيجي حد في الكومنتس هيقول له هيتريق على معانا منه كتير، هقول لك اه معانا منه كتير. معانا منه 8 تقريبا، كانت دي من نفسنا في التاسعه بس خلاص يعني. معانا منه كتير. فرحة الحرمان يعني يا جدعان انتوا اكيد تسيبهم في حالهم. ده في ايام كانوا تقريبا بيكلموا نفسهم في الشارع من كتر ما هم بيخسروا ومن كتر ما هم هيسفس خالص. ففكوكوا عادي كده والدنيا بيس يعني، وسيبوهم يفرحوا بتاع وكده. هتبقى فرحتهم موزية، بس سيبوهم مع نفسهم. هم برضه يستحقوا الفرحة، بقالهم زمن ما فرحتش. انا مبسوط ان الحاجة الوحيدة اللي مبسطاني ان عمر فرح اخيرا. جه الماتش الكاس اللي فات ما فرحش. الماتش ده بقى ما جاش معاه، ما اتفرجش معانا، راح كسبان. لو جه تاني بقى المرة الجاية يبقى يخسروا، يبقى يقولوا نفسهم الرحمن الرحيم. واشوفك في السوبر المصري تاني يا غريمي يوم حاجة اكتوبر، 29 اكتوبر ولا مش عارف، لا مش 29 اكتوبر، مش فاكر كان امتى، بس هو اكتوبر عامة. تعدي بيراميدز وانا اعدي سيراميكا ونجيلك في السوبر. يلا عايزين حاجة؟ ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم وبس. سلام.